السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدأ ما تنساوش تدعموا الفيديو بلاك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد يخص المنتخب المغربي وكأس إفريقيا. والآن خلونا ندخل مباشرة في صلب الموضوع. الخطة المتوقعة لمنتخب المغرب في المواجهة القوية والحاسمة أمام منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا، بالاعتماد على نفس التشكيلة التي بدأ بها المغرب أمام الكاميرون في ربع النهائي. المنتخب المغربي من المنتظر يدخل هذه المباراة بنفس النهج التكتيكي الذي ظهر أمام الكاميرون، أي خطة 4-2-3-1، لكن مع تعديل بسيط يتماشى مع أسلوب اللعب ضد منتخب نيجيري أقوى بدنيا وسريعا في التحولات. حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، آدم مسينا، نايف أكل. وسط الميدان: بلال الأخنوس، نائل العيناوي، إسماعيل صيباري. الهجوم: إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي. هذه التشكيلة أظهرت توازنا رائعا في المباراة الماضية، وسمحت للمغرب بالسيطرة على مجريات اللعب، ما يمنحنا مؤشر قوي بأن المدرب قد يعتمد على نفس اللاعبين المهمين في مباراة نيجيريا. في البداية، ياسين بونو سيقود الدفاع من الخلف بثقة، وهو الذي أثبت نفسه في التعامل مع الضغوط والكرات العرضية في المباريات القوية، وهو أمر بالغ الأهمية في مباراة مثل هذه. في خط الدفاع، وجود أشرف حكيمي على الجهة اليمنى يمنح المنتخب المغربي توازنا بين دعم الهجوم والعودة السريعة للدفاع، بينما نصير مزراوي على الجهة اليسرى يقدم نفس الاندفاع مع الحفاظ على الدفاع من العمق، ومعهما الثنائي مسينا وأكرد في قلب الدفاع لقوتهما البدنية وتنظيم الخط الخلفي. وسط الميدان يعتمد على ثلاثي متناغم: بلال الخنوس، نائل العيناوي، وإسماعيل صيباري، حيث يميل الخنوس والعيناوي إلى دعم بناء اللعب والتحولات السريعة مع استرجاع الكرة، بينما صيباري يجمع بين التحرك الذكي وصناعة الفرص، ما يجعل الوسط المغربي مرنا في التعامل مع الضغط العالي. في الهجوم، ثلاثي الخط الأمامي يتكون من إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي، أيوب الكعبي، اللاعبين الذين أظهروا حضورا هجوميا في المباراة السابقة، وتحكموا في أجنحة الكاميرون، وهو ما سيكون مفتاحا في خلق الفرص أمام نيجيريا، التي تعتمد على سرعة المدافعين في التحولات. تكتيكيا، المغرب من المتوقع أن يبدأ المباراة بضبط جيد في وسط الملعب مع ضغط متوسط، هدفه إحكام السيطرة على الكرة ومنع نيجيريا من امتلاك الكرة في المناطق الخطرة، ثم استغلال التحولات السريعة عبر الزلزول ودياز. المنتخب المغربي يجب أن يستغل الكرات الثابتة لأنها من نقاط قوته، ونظرا لوجود لاعبين لديهم قدرة جيدة على التسديد من المسافات البعيدة، وهذا ما ظهر بوضوح في المباراة السابقة. وبالطبع، المرونة التكتيكية ستبقى حاضرة في الشوط الثاني، فحسب سير المباراة قد يقوم الطاقم الفني بتعديل الوضع، سواء بإضافة لاعب وسط دفاعي للحفاظ على التقدم، أو بإجراء تغييرات هجومية لزيادة الضغط وتسجيل الأهداف. في النهاية، مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا ستكون اختبارا تكتيكيا كبيرا، والاعتماد على نفس التشكيلة التي نجحت أمام الكاميرون قد يمنح المنتخب المغربي الثقة المطلوبة لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للنهائي. وفي الختام، لا تنسوا دعم الفيديو بلاك والاشتراك في القناة، وشاركونا آراءكم في التعليقات حول تشكيلة المغرب المتوقعة وحظوظه في هذه المباراة المصيرية. إلى اللقاء إن شاء الله.